ركزي معايا انت وهي علشان اللي جاي ده محتاج دماغ صاحية. الأستاذ اللي كان بيموت في دباديبك وفجأة بقى مشغول 24 ساعة، واللي كان راديو ما بينطقش غير اسمك بقى رده حاضر ونعم وماشي ونايم، والموبايل اللي بقى وشه للأرض واللي بقى بينام 24 ساعة شبه أهل الكهف، واللي بقى ما بيغيرش عليكي فجأة. ده مش زهد في الحياة يا هبلة، ده انسحاب تكتيكي، انسحاب بالتدريج. اسمعي مني، اسمعي الخلاصة من تيتا سوسو في السلسلة الجديدة ازاي تعرفي انه بيخلع. اختصار فوق يا محروسة عشان تطلعي بكرامتك يا بيت. يا بنتي ركزي معايا، الراجل لو حب يحكي عمل امبارح في الشغل ومين ضايقه ولون شراب صاحبه اللي اتقطع، فجأة بقى تلاقيه بقى بيرد بالقطارة: تمام ماشي نايم هكلمك بعدين. ده مش هدوء نفسي يا ضنايا، لا، ده بيحضر شنطة الهروب الكبير وبيسحب ناعم عشان ما تمسكيش عليه كلمة. اللي كان راديو بقى صامت اعرف انه بيفكر يخلع ويغير المحطة. ما يبقى مشغول 24 ساعة وهو أصلا طول عمره قاعد على القهوة بيلعب طاولة، فجأة بقى ماسك صفقات المليارات ومش فاضي يحك راسه. الشغل ما بيطلعش فجأة غير لما النية بتبوظ والقلب بيميل لغيرك، ده بيتحجج باللقمة عشان ما يبصش في وشك. لو الشغل طلع وبقى حجته اعرف انك بقيتي خارج حسابات ويا موكوسة. زمان كان الموبايل مرمي في أي حتة ما بيسألش فيه، إنما دلوقتي بقى لازق في إيده زي اللي لازقه بأمير، ولما يقعد معاكي الموبايل يبقى وشه في الأرض كأنه بيصلي الفجر. ده مش احترام لك يا هبلة، ده خوف من إشعار يطلع ولا لنا تفضحه. اللي قلبه صافي موبايله مكشوف، إنما اللي بيقلب الموبايل ده بيقلب في الدفاتر القديمة والجديدة وخايف منك تكشفيه. بعتيله الساعة 10 الصبح يفتحها ويشوفها ويعمل زين، ويرد عليك الساعة 10 بالليل ويقولك يا خبر ما خدتش بالي كنت باكل. هو انت بتاكل خروف ولا ايه يا حبيبي؟ ده لا بياكل ولا نايم ولا اي حاجة، ده بيجرب غلاوته عندك وبيديكي تصبير عشان ما تزهقيش، وفي الحقيقة هو بيتعود على بعدك بالتدريج لحد ما يختفي خالص. الرد المتأخر ده أول مسمار في نعش العلاقة، افهمي يا موكوسة. تلاقيه بقى هامش بزيادة وبيمسك على الكلمة، يعني مثلا تقولي له صباح الخير يقولك انت تقصدي ايه؟ تقصدي ان ايامي اللي فاتت كانت وحشة؟ ده بيدور على اي جنازة ويشبع فيها لطم عشان يقلب وشه ويقولك انا مش قادر اكمل في الضغط ده ويخلع، وهو عامل فيها مظلوم وبريء وضحى بشبابه علشانك. لما يتحول من يا روح قلبي ويا ست البنات ليا أستاذة ويا فلانة وانتي وحضرتك، ده مش وقار ولا احترام، لا، ده بيحط حدود ومسافات عشان لما يجي يخلع ما تقوليلوش انت كنت بتقولي بحبك. ده بيسحب المشاعر بالسرنجة عشان يسيبك ناشفة زيك زي أي حد غريب. اللي يقلب المنيو يبقى عايز يغير المطعم كله، ما تبقيش هبلة. زمان كان يقلب الدنيا لو لبستي لون فاقع، دلوقتي تقولي له انا خارجه مع اصحابي في الشغل وهنسهر يقولك تروحي وترجعي بالسلامه يا حبيبتي البستي. ده مش تفتح يا هبله، ده زهد. الراجل لما بيحب بيغير، ولما يقرر يخلع بيفتح لك الابواب كلها عشان تزهقي منه او تروحي لغيره ويرتاح هو من تأنيب الضمير. لما تفتحي معاه موضوع
ولا تطلبي منه نخرج يجيله هبوط مفاجئ ويقولك عيني مش قادر هنام 5 دقايق، وال5 دقايق يبقوا 5 أيام. ده مش إرهاق مفاجئ، ده هروب من مواجهتك ومن القعدة معاكي. الهروب للنوم ده أسهل طريقة عشان ما يسلمش عليكي ولا يضطر يمثل قدامك انه لسه مهتم. ده نايم صاحي بيفكر هيخلع ازاي. زمان لو دمعة منك نزلت كان يقلب الدنيا، لكن دلوقتي لو ولعتي في نفسك قدامه هيقولك خلي بالك عشان الستاير ما تتحرقش. ما بقاش يبذل مجهود نص متر عشان يرضيكي، اللي يزعل يتفلي. دي بقت سياسته، لانه ببساطة مستني منك اللحظة اللي تقولي فيها انا زهقت عشان يقولك انت اللي اخترتي تمشي ويغسل ايده من الموضوع. بصي يا بنتي، احنا الستات عندنا رادار رباني. لو حسيتي انه مش هو، لو ريحته في الكلام اتغيرت، لو لمعت عينه وهو شايفك انطفت، ما تكتبيش احساسك وتقولي انا بيتهيألي. الرادار ما بيكدبش. ارفعي راسك وبصيله بصة وداع وقوليله الباب يفوت جمل قبل ما يسبق هو ويقولها اطلعي بكرامتك يا لوزة.